السؤال: ما العلاج الشرعي للمصاب بالعين، أو الجن، أو السحر، وللمصاب بالوسواس، ويخشى أن يصاب بما سبق؟ الجواب: من الواضح جدا أن الناس كثر فيهم الأوهام والوسواس، فإذا أصيبوا بشيء عادي قالوا هذا جن، أو هذه عين، أو هذا سحر. ونحن لا ننكر أن الجن قد يسلط على الإنسان، أو قد يصاب بالعين، أو يسحر، ولكننا نريد أن لا يكون هذا وهما بين الناس. فإذا قدر أن أحدا أصيب بذلك، فالعلاج الشرعي هو علاج السحر هو نقضه، والمعنى بأن يعثر عليه ثم يتلف. علاج العين أن يطلب من العائن أن يغتسل، ويؤخذ الماء الذي يتناثر من غسله، ويعطى المريض شربا ورشا على بدنه، وهذا من العلاج. علاج الجن قراءة الآيات التي يطرد بها الجن، مثل آية الكرسي والمعوذتين وبعض آيات سورة الجن. نسأل الله لنا ولإخواننا السلامة من شر أنفسنا ومن شر ما خلق.